أعزائنا الزمهلاوية والزمهلاويات في كل مكان، أهلا بيكم مع فيديو جديد في قناتكم الزمهلاوي. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونضغط لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يضغط متابعة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. هنبدأ أخبارنا النهاردة من نادي الزمالك. ميدو بيخطط لخطف محمد شريف. ميدو بيخطط لخطف محمد شريف. الزمالك هيبدأ يطلع له أنياب. ميدو بيقول لمحمد شريف اخرج للخليج السعودي سنة وبعدين هترجع على نادي الزمالك. هترجع كوبري على نادي الزمالك. طبعا النادي الاهلي فاهم الكلام ده ومركز في الكلام ده وعارف اصلا الكلام ده من قبل ما يبدأ، ان نادي الزمالك في دماغه يخطف محمد شريف. محمد شريف اللي اتقال كتير انه زملكاوي اتقال، لكن هل ينجح نادي الزمالك انه يخرج محمد شريف لنادي الخليج السعودي سنة على سبيل الإعارة ويخطفه ويرجعه على الزمالك؟ النادي الأهلي مش هيسمح بكده. النادي الأهلي قال لمحمد شريف عايز تخرج أهلا وسهلا، ما عندناش أي مشكلة، رغم إن في الساعات الأخيرة كولر مش مستغني عن محمد شريف. كولر مش مستغني عن محمد شريف. في كهربا وصلاح محسن ولسه سوزا موضوعه لسه على كف الرحمن. فالاهلي قال له عايز تخرج مفيش مشكله بس جدد سنتين. يعني انت عقدك هينتهي في صيف 24، جدد سنتين يبقى عقدك ينتهي في صيف 26، واخرج سنه على سبيل الاعاره للخليج السعودي، تخرج لليفربول الانجليزي، مطرح ما انت عايز تروح روح يا محمد يا شريف، لكن وقع سنتين. ده محمد شريف. سيف الدين الجزيري راح لاداره نادي الزمالك قال لهم انا عايز فلوسي. مفيش فلوس، انا هضطر معلش اسفا يا جماعه انا هشتكيكم، انا هلجأ للفيفا علشان اخد فلوسي. سيف الدين الجزيري راجل محترف وبيقبض بالدولار وما خدش فلوس وعنده التزامات وقاعد كده في مصر بيلعب وخلاص، النفسيه في الارض. فيا جماعه ما جبتوش فلوسي انا اسفا هضطر الجأ للفيفا. امير مرتضى منصور، بيتم تجهيز امير مرتضى منصور لمنصب جديد لنادي الزمالك بعد ما كان مشرف على الكوره. ايه هو المنصب الجديد؟ مندوب نادي الزمالك في رابطه الانديه. امير مرتضى منصور بيتم تجهيزه علشان يبقى مندوب نادي الزمالك او عضو نادي الزمالك اللي في رابطه الانديه. كان قبل كده رشحه خالد طلعت لكن ما قامش بكل ما كانش ما عملش اللي الزمالك كان بيحلم بيه. مجدي قفشه ومحمد هاني. مجدي قفشه ومحمد هاني عقدهم هيخلص مع محمد شريف اللي هو في الصيف 24. خالد بيبو جابهم يا جماعه تعالوا عايزين ايه؟ مطلوب ايه عشان تجددوا؟ قالوا احنا مالناش طلبات اللي انتوا شايفينه، لكن مفيش حاجه اسمها همضي على بياض والكلام ده. تقريبا زمن انك تمضي على بياض دي تقريبا انتهت. طب انتوا عايزين ايه؟ احنا طبعا في الفئه الثانيه في النادي الاهلي بياخدوا حوالي 10 مليون في السنه. فاللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، احنا معاكم تمام، مفيش مشكله بالنسبه للتجديد. يعني كده خالد بيبو قاعد مع مجدي قفشه ومحمد هاني تمام التمام وفل الفل، والامور ماشيه بكل سهوله وبكل سلاسه. ده محمد هاني ومحمد مجدي قفشه. محمد صلاح خرج امبارح دقيقه 77 مستبدلا او بديلا في ماتش ليفربول وتشيلسي. خرج متنرفز، خرج زعلان. يقال ان كان في رقم تاريخي عاوز يحققه، لكن خروجه من الماتش قطع عليه الموضوع ده. كمان الفار حرمه من هدف. فمحمد صلاح اتقال انه بقى مخنوق وان انا خلاص هروح بقى السعوديه وهرضى بالمليار دولار اللي جاي لي، مليار دولار في 4 سنين في السعوديه، وانا همشي وانا لان محمد صلاح كان مخنوق. واتقال ان يورجن كلوب قال له اقعد ما تتكلمش. يا جماعه الكلام ده يا جماعه هو لعب عيال؟ هو انت هم بيلعبوا في حاره جزيره ولا جزيره بدران عشان ما حدش يفهم الجزيره غلط؟ جزيره بدران، جزيره ايه؟ جزيره على راسنا وعلى عيننا وعلى راسنا. فالكلام ده اتقال ان يورجن كلوب حرم محمد صلاح من انه يسجل او يعمل رقم تاريخي. فالكلام ده طبعا الكلام ده مش موجود في الكوره يا جماعه. دي مشكله، دي قصه محمد صلاح مع يورجن كلوب. احمد فتحي باتشيكو قال لاداره بيراميدز جددوا لاحمد فتحي.
احمد فتحي كان هيمشي وكان زيد ده عايزه، لكن باتشيكو قال لهم لا جددوا له احمد فتحي. احمد فتحي في اخر 3 4 5 ماتشات كان مستواه اتحسن وبقى مستواه اعلى شويه وعلي، فقال لهم انا عاوز احمد فتحي يجدد. فالكلام اللي جاي ان احمد فتحي هيجدد لبيراميدز سنه او 2، ده الكلام اللي اتقال. لكن الجديد لسه ما نعرفش، يعني لسه ما حدش خرج علينا وقال لنا هنعمل ايه. محمد عواد الزمالك كان عاوز يمشيه، وكان برضه هيروح نادي زد، لكن علي لطفي راح خلاص. فمحمد عواد في ظل ان الزمالك ما فيهوش فلوس وظل ان الزمالك ما فيهوش قيد، فمش هيمشي ازاي؟ يعني هتلعب ازاي؟ ما انت محتاج حارس مرمى ومحتاج كل لاعب في نادي الزمالك دلوقتي، لانك انت ما معكش فلوس ومش هتعرف تجيب صفقات. جمال عبد الحميد طلع من كام يوم وقال لك 3 صفقات ناريه. انا ما بحبش، يعني ماشي كلام كابتن جمال عبد الحميد على عيننا وعلى راسنا، لكن فين الصفقات يا كابتن جمال عبد الحميد يا صاحب الرأس الذهبيه يا كابتن مصر في كاس العالم؟ فين الصفقات؟ مش بالكلام. فين الصفقات؟ فين الضابط؟ طب هو فين ايه يا جماعه؟ فكلام جمال عبد الحميد او كابتن جمال عبد الحميد لم يتحقق حتى الان. ده سيف الجزيري بيقول لك انا هشتكي في الفيفا عشان اخد فلوسي. يبقى انت هتجيب صفقات منين؟ هي فين الصفقات؟ طب ادوا الناس اللي موجوده الصفقات الفلوس الاول عشان تجيب صفقات. فنادي الزمالك الله يكون في عونه بيعاني، ونادي الاهلي ماشي في طريقه تمام التمام وماشي في طريقه ما شاء الله. يعني نادي الزمالك خد قرض امبارح بضمان الوزير 200 مليون. فهل انا مش عارف ال 200 مليون هيروحوا فين؟ هل هيروحوا للعيبه؟ طب سيف الجزيري هيشتكي ليه لما هو خد 200 مليون؟ طب ما دفعش الفلوس ليه؟ نادي اكتوبر اتقال ان هتتسحب الارض من نادي الزمالك، الحقيقه فين ما نعرفش. قيل ان ارض اكتوبر هتتسحب من نادي الزمالك، فهل الكلام ده حقيقي؟ لسه ما حدش عارف، لسه ما حدش متاكد. فنادي الزمالك فيه ضربات كتيره قوي 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 عماله تطلع له، كل ما يخلص حاجه من هنا تطلع له من هنا، يخلص كده تجيله كده. ارض اكتوبر هتتسحب، عواد هيمشوه مش هيمشوه، سيف الجزيري هيشتكي، ميدو عاوز يعمل كوبري لمحمد شريف عشان يجيبوا الزمالك منين؟ وعلى فكره محمد شريف لو راح الخليج السعودي هيروح ب1,800,000 دولار. بالرقم، الارقام دي صحيحه. العرض اللي جاي لمحمد شريف انه هيروح الخليج السعودي ب1,800,000 دولار، رقم كويس جدا. ومحمد شريف له رغبه، لكن جماهير الاهلي منقسمه على محمد شريف، ناس عاوزاه وناس مش عاوزاه، ناس بتحبه وناس مش بتحبه. انا شخصيا قلت لك قبل كده محمد شريف ده بيسجل من خرم ابره، بياخد معاه ابره كده يحطها في 18 ويجيب جول من خرم الابره في الزمالك. لكن انا مش فاهم كولر ما بيلعبوش باستمرار ليه؟ مش فاهم انا. كولر بالمناسبه طبعا اللعيبه هترجع من الاجازه، هيوزن اللعيبه وهيعمل اختبارات لياقه بدنيه واختبارات طبيه علشان يشوف اللعيبه اثناء فتره الاجازه نفذت البرنامج بتاعه، ولا اللعيبه كانت بقى اللي عايز ياكل حاجه نفسه، اللي عايز ياكل طبق محشي طبق كشري، الكلام ده حصل ولا لا؟ فكولر هيعمل اختبارات طبيه وبدنيه عن طريق الجهاز الطبي علشان واللياقه البدنيه علشان يشوف اللعيبه جاهزه ولا مش جاهزه، ولا الدنيا حصل فيها ايه، واللعيبه عكت في الاجازه ولا ايه اللي حصل. دي كانت اخبارنا النهارده. نتمنى من حضرتك اللايك والشير وكومنت جميل وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.